عزيز، سؤال. اليوم بمجال الموسيقى بنشوف كمان كتير ناس عندهم ان هن مكفوفين بدقوا آلات موسيقية. يعني إلى أي مدى يشبه هذا الموضوع موضوع العمل اللي عم بيمارسه محمود؟ هو العمل اللي بيمارسه محمود فيه جزء فني، لأن هو المشغولات الذهبية دي والتصميمات بتاعتها، وإن هو حاجات بتبقى دقيقة جدا وحجمها صغير، فأكيد محتاجة فنان. المزيكا كمان كان في ناس عباقرة وما زال يعني زي عمار الشريعي، زي سيد مكاوي طبعا. ناس مش بس كانوا موسيقيين بيعزفوا آلات، لا كمان ألفوا مزيكا وعملوا خط موسيقي مختلف خالص عن اللي كان حاصل. يعني اللي بيفهموا إنه النظر مالوش تأثير قوي في الموسيقى وفي الفن، لأن الودن يمكن موهبة السمع، أو دايما يقول لك ده ودنه حلوة يعني. صحيح. يمكن الحرمان من النظر رغم انه بيتهوفن كان يقال عنه انه كان اصم، كان عنده مشكله في السمع، كان عنده مشاكل كتيره. بيتهوفن كمان كان عنده توحد، كان عنده كان عنده اكتر مشكله، لكن هو ربنا زي ما قالت الدكتوره لما بيبقى في حكمه في حرمان شخص من حاجه بيضاعف احساس تاني او موهبه تانيه. فعمار الشريعي، سيد مكاوي وغيرهم، يعني ناس كتير كان عندهم تفوق في المزيكا نابع يمكن من الحرمان من نعمه النظر. دكتور، وكذلك محمود انا شايف ان هو يعني بيلهمنا، وكتير لما احنا بنشوف حاجات زي كده قد ايه يعني بتبقى الصعاب اللي قدامنا احنا في حياتنا هينه جدا، يعني بنستصغر نفسنا. يعني نحن لما نشوف حاجه يعني بنقف قدامها، يعني بنطلع بنقول لا نحن يعني عيب اللي مش عاجبه، يعني عيب علينا، يعني عيب علينا لما نشوف لما نشوف محمود ونشوف الدكتوره ونشوف حاجات تانية، ساعتها بنقول عيب على نفسنا. ومع ذلك يا استاذ انا بسافر البلد عشان اقبض ال 300 جنيه بتوع المعاش، بصرف قدامهم 200 جنيه رايح جاي عشان اقبضهم. ليه انا ما اكونش ليا فيزا اقبض بيها؟ ليه ما اكونش ليا سكن؟ ليه يا استاذ يعني؟ ليه؟ ده السؤال. انا لو ما سافرتش انا مش هقبض، ما اقبضش ده السؤال يعني. ليه؟ واللي ما بيفهمش عربي بنقول له واي يعني لانه للاسف في ناس كتير ما بتسمعش يعني او بيعملوا حالهم مش سامعين في الموضوع. انا لو حد راح المعاش يقول لهم محمود تعبان في المستشفى، يقول له شيلوا هاتوه، شيلوه. دكتوره ده من واجبك، ده من واجبك. طبعا ده من واجبك دلوقتي يعني عضو مجلس الشعب. انا دخلت على مقعد الاعاقه واوعد كل ال 12 مليون معاق اللي بيسمعني اني انا لما كنت بحلف القسم انا كنت بترج من جوه، لان ما بحلفوش قدام شعب، انا بحلفه قدام رب الشعب. فان شاء الله يا استاذ محمود الفتره الجايه احنا لسه لم نمارس عملنا قط، يعني لسه ما مارسناهوش، هتلاقي في نقله كبيره جدا جدا في حوزه والاعاقه، سواء في المعاشات، سواء في الدمج في التعليم، سواء في الصحه، سواء في كل الارصفه. حقي اطلع الشارع الاقي رصيف اطلع عليه، حقي لما اروح مؤسسه ما اتشالش بالكرسي عشان انا مش قادره اروح، حق ان كل يكون في مرشد لكل المكفوفين في كل المواصلات، المترو، الانفاق والحاجات العامه دي. لازم بقى نرتقي بوضع وادميه الانسان، فده ان شاء الله